طب ازيادك بقى يا حسب الله، انت مش حاسس ليه؟ هو انا مش زي بقيه النسوان نفسي نتسيغ بحته خاتم ولا حته لبه؟ قال احنا رايحين نموتوا النسوان عشان انت تتسيجي؟ يا جت عليا يعني؟ ما انت بتتقالي فهو تاخد بالك من روحك على الاخر. قال المعلم حسابات والناس عارفين ان كسيه كلامهم ده يمشي عليا. خلاص واني يتحمل روح تانية ليه؟ اسحبوا انتوا النسوان بمعرفتكم واني مش معاك. من غير قمصة راية، ده انت الكوم الكبير، النوبة الجاية حقك يوصلك على داير المليون. لا انا مش خامة، اي ناخد حقي دلوقتي من اللي فات. خلاص يا راية اوعى عشان نخرج. مش هتخرج الا لما ناخد حقي. وبعدها لك بقى امد ايدي عليكي. طب انا عايزة نشوف بقى هتمدها ازاي يا حسب. ايه ده راية السلاح يطول. اياك يكون فكرك مني بنطوعك وبنسكت لك تاكلني في حق. لا انا اللي بنعملوه دلوقتي يودي في توكر، واني مش هنروح لوحدي، هناخد الكل في ايدي. خلاص خلاص يا راية، خلاص بقى يا ولية. يولولوا عليك بدري وتربة ابني ان ما انعدلت وفضلت سايق العوج لا ندفنوك مع اللي راحوا. انا مش هفيه، ده دي المعلمه رايه يا جعير. استني بس يا راية، استنى يا راية يا معلمة راية، يا باي عليكي، ده انت غلاوية اوي. ايوه انا غلاويه وشياله. واني بنوعيك اني زي الجمل شيال حمول، واول ما يقلب بيقلب صاحبه. فهمت يا صاحبه؟ معاد الشرب، الحرب خلصت، اغلى وادي النيل والاهالي، اغلى المعاهده. خلاص يا فندم فرجت، اول غيث قدر. يا ده انت متفائل قوي يا ابراهيم، كل ده بسبب توقيع المعاهده؟ وده شويه يا فندم، ده معناه ان خلاص الحرب خلصت وشبح المجاعه اللي البلد عايشه فيه بقالها سنين وارتفاع الاسعار اللي ما بيوقفش ابدا، كل ده خلاص هينزاح، والناس الغلابه هتلاقي تجيب احتياجاتها الضروريه. ما تنساش ان موجة العنف اللي عشناها الفترة اللي فاتت أثرت على حركة البيع والشراء وزادت من نسبة البطالة. احنا ما كناش بنعرف ننام، لا من بتوع المظاهرات ولا من الناس اللي عمالة تختفي. وانا جاي يا فندم اتفرجت على الناس اشوف ايه اثر المعاهد عليهم. الناس يا فندم ملهيين ورا لقمة العيش، بيتحركوا كأنهم مغيبين. الناس دول ضحايا القوة والفقر وقلة الأمان. حقوقهم البسيطة في إنهم يعيشوا مش لاقيينها. ومن يشهد للعروسة؟ ما انت عايش في وسطيهم. بس انا اخشى عليك من التفاؤل ده يا ابراهيم لا يتحول لكابوس. الحكاية مش زي ما انت فاكر، زي السيماتوغراف هتحصل في يوم وليلة، لا دي عايزة وقت. اتعشم يا فندم ان الوقت ده ما يطولش. الناس خلاص بقت على اخرها. يعني مش بعادة يا اختي تلبسي كل خير. انت يا ولية عاملة زي برج المراقبة، مفيش حاجة بتستخبى عليكي ابدا. اصله حلو في رجليكي، عامل لك منظر يا اختي. بنقول ايه؟ ما تعلقي له جراس. احي انت عاوزة تجرسيني يا امينة؟ واني اللي عداك اختي؟ اختك؟ لو كنت اختك كنت شفتيني بخلخال، خلخال حلو زي اللي هياكل من رجليكي حته ده. بلا خيبة، حسدوا الأقرع على شعره. خديه يا اختي، خدي وبطلي عينيكي دول اللي عاوزين يتخزقوا. عجبتك الحاجة يا معلمة راية؟ بنتي يا عزيزة، ليكي وحشة يا بنت. فين؟ ازيك يا معلمة راية؟ فينك يا قليلة الأصل كده برضه تهون عليك العشرة والعيش والمال؟ غصب عني يا معلمة راية، انت عارفة يا اختي لقمة العيش تخلي الواحدة ما تهمتش، تفضل تبرم كده زي النحلة. يا حلوة يا حلوة، انت باين قشتك بقت معدن اهو. انت مشيتي في البطال يا بنت؟ حاجة مرة يا معلمة. انت يا اختي ست العارفين. ست العارفين منين يا مار؟ انا كنت مشيت في البطال قبل كده.
لهوي يا اختي اقطعني يا معلمه، مش قصدي. اسره، انت كنت رايحه فين؟ انت اللي رايحه فين؟ انا كنت بنتفرج كده، يمكن تعجبني حاجه كده ولا كده. اذا كنت عايزه تشتري حاجه انا عندي السايح بتاعي واني رايحه له دلوقتي، بس ما اقولكيش يا اختي على ذمته مفيش انضف من كده. انا عندي اللي انضف منه اهو، تعالي وانا ادخلك عنه. لا معلش، اصل السايح بتاعي في بيني وبينه حسابات. هو احنا مش هنشوفك ولا ايه؟ ده انا يا اختي متجننه عليكي من ساعه ما شفتك. حبيبتي يا اختي، لو خلصت بدري من عند السايح هنعدوا عليكي. طب بس ما تعوقيش، وفي حاجه عايزه نقولها لك، لازم تديني ميعاد من قبليها عشان خاطر نعمله حسابنا كده ونقوموا معاكي بالواجب. خلاص هنجيلك لاجل ما نشوف الست سكينه. حبيبه قلبي، حاجب هي وحشاني قوي يا معلمه ريا. العواف بقى مستنيينك. لينا نصيب فيكي يا عزيزه. الولية ام بديعة عدت ولا كأنها شايفانا، دي حتى ما قالت لناش العواف. ايه كنا بيتين في حضنها الولية دي ولا ايه؟ يا اختي تلاقي دماغها فيها حاجه، حاكم اختي رايمه يكون دماغها فيها شغل ما بتشوفش غيره. لو جت على الشغل ده احنا نفرحوا لها. يعني اكون يا بنت مين يعني؟ السفيرة عزيزة؟ ايوه، ده انت ما تشوف عنك الحجاب بقى. هي عزيزه هز يا واد، فاكرها؟ ايه اللي فاكرها؟ ودي مين ينساها؟ هتقول لي بس دي قشلانة وبتموت على القرش. لا لا ما اقولكش حاجه تانية خالص، تبقى مش مسهته. طب خش في المفيد. كردان بدور واحد بس عريض حلو كده، جوز مبارين وحلق وخلخال فضه. بس ده مش قليل يعني، يقطعوا كام دول؟ مش مهم يقطعوا كام دلوقتي، هم يفكوا الدكه اللي احنا فيها لغايه ما نقع على حد سقع. مش كل مره تسلم الجره يا حسب الله. وبعدها لك يا عبده. هو اللي نقولوه نعيدوه؟ ما هو لما نتحمله روح لازم يبقى قصادها حاجه تستاهل، ما نروحوش المشنقه على حاجه ما تستاهلش. ادي احنا بنقوله يعني تصبيره على ما نلاقي الغموس، وبعدين دي مقطوعه من شجره، لا اب ولا اخ ولا ام ولا جوز، يعني يلا كلبه وراحت. سيبك منه، خدت ميعاد. هي راحت الصاغه تشتري حاجات وهتعدي علينا وهي جايه. الصاغه؟ ها سمعت يعني في زياده. خلونا في المفيد. عبد الرازق وعربي فين؟ يعني ما نعرفش، هما بيغطسوا لما بيدكوا بيقبوا. لا ده انتوا اللي تقبوا وتغطسوا وتجيبوهم من تحت تقطيع الارض، اني شقايه ما يروحش على فشوش. الحرمه دي لازم تبات في ريح اخواتها الليل. بالاذن يا اختي، 5 وراجعات. اذنك معاكي يا اختي. رايحه على فين؟ على بيت علي بيت كبير. مين المره دي؟ لما نخرجوا من الحاره هنقول. ليه؟ هي من الجيران؟ من كتم يا بنت الحيطان لها ودان. الله. امال عبد الرازق فين؟ حسب الله راح يجيبه. يا اختي عبد الرازق ده مش هتشوفي وشه غير لما يصرف كل مليم من فلوس صاحبتك نازله. مش بعدها لك يا سكينه، انت شاربه ولا ايه؟ شاربه من كعالي. بتشربي من كعانك ليه يا حبيبتي؟ قال لها دلوقتي بتشربي كونياك بدل السكولانس اللي كنت بتشربيه. أنا بنشربه سكولانس ليه؟ ما كفايه بتشربوه للنسوان اللي بنموتوه. اقفلي بقك وحياة امك، انا عارفه مفيش حد هيجرنا القضانه الا لسانك وسكرك. يا ما نفسي كان قلبي يبقى زي قلبك. انت كمان هتقري على قلبي. الحسد اتغاجر على ظل الشجر، يكش بس الوليه تصدق وتيجي. بقيتي بتنشني على اللي مخوياهم بالعيش والملح يا ريا. طبعا اللي نعرفه